والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بناتي أبنائي سادتي الأعزاء الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بتحية خاصة لوعوق الحضارة لكل من ساهم في تحضير هذا الملتقى الدراسي، وأخص بالذكر أساتذة المركز الجامعي بريك إن شاء الله، وكل العاملين في هذا المركز. تحية خاصة جدا، تحية تقدير واحترام وتشجيع لطلبة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية المكتب الفرعي بريك. تحية احترام وتقدير لكل بنات وأبناء تغنى العاصمة الحضارية في شمال إفريقيا أيام عز الدولة الإسلامية، مدينة عظيمة عظمت بانيها وساكنيها وأنتم ساكنيها. من أين أبدأ؟ لأني لا أعرف أين أقف. صدقوني أن مدينة طبنة لا يكفيها محاضرة ولا يكفيها أسبوع دراسي، بل يكفيها عمل مستمر، عمل يقوم به بنات وأبناء هذه المدينة العريقة، كل حسب اختصاصه وكل حسب مستواه، لأن هذا الإرث الحضاري نحن حاميه ونحن المسؤولون عنه، شئنا أم أبينا. بنا يحيا وبسببنا يموت. نسمع اليوم، وأخشى أن أكون عنصريا، نسمع اليوم بعض التجمعات السكانية التي تكاثرت وتوالدت اجتماعيا وعمرانيا، لما تقول له منطقة بريكة وكأنك جئت من بادية وريف وأنت من الرعاة الحفاة. نقول لا لبنات بريكة ولأبناء بريكة، ماضينا الحضاري ليس فقط مشرف، فوق الشرف الحضاري وفوق الشرف العلمي وفوق الشرف الديني. لأني لما أقول، وليس أنا العبد الضعيف الذي يقول، فأنا تتبعت العلماء، تتبعت الأساتذة والفقهاء الذين ذكروا طبنة ممن عايشوها في مختلف مراحلها الحضارية. فلما نجد كل المصادر وكل الرحالين وعلى رأسهم ابن بطوطة يشهدون ويؤكدون أن مدينة طبنة لم تضاهيها مدينة في التحضر والقوة المختلفة الأشكال، قوة حضارية، قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة حكمية. لم تضاهيها مدينة من القيروان إلى سجون ماسة. لما أقول القيروان تقع في تونس. منذ قليل شكرت الطالبة والأستاذة منصر وقلت لها طلبت منها ما تدخلش في العمق، لأن لما تروح الأمور التقنية قد تحتاج إلى فهم أكثر وإلى عمق أكثر، وبالتالي نحاول أن نبسط للأخوات وبناتي وإخواني وأبنائي، نبسطوا لهم المفهوم حتى نكون واضحين. أنا ما رايحش الآن نسرد حضارة طبنة كما قلت، نعجز عن هذا في نصف ساعة أو في ساعة، وقد أصبح مملا لأنها تحتاج إلى دراسة مسبقة، تتبع حتى يفهم بعض. طبنة
هنا بقيت نقدر نقول أنا أزيد من 5 قرون فيها ما يقارب القرنين في العهد الروماني، وفيها 3 قرون أو أكثر، تقريبا 4 قرون في العهد الإسلامي. أتعرفون من هي القيروان؟ لما نقول من القيروان إلى سجل ماسة. القيروان هي عاصمة الدولة الإسلامية في شمال إفريقيا، هي اليوم في تونس تسمعوا بها. كانت مقر القيادة. سياسيا طبنة عرفت أو احتضنت بين أضلعها أكبر فيالق للجيش الإسلامي. ولما نقول أكبر الفيالق للجيش الإسلامي على رأسهم الصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري رحمة الله عليه. فلما نجي أنا لهذا المركز وهذا الصرح الحضاري العلمي اللي هو المركز الجامعي بريكة، هو الآن أقول من محاسن الصدف نتاع المسؤولين المحليين اللي نشكرهم أنهم وضعوا هذا المركز قبال حضارة طبنة، وكأنهم يقولون لشباب طبنة هذا المركز ليس كباقي المراكز الجامعية التي احتواها الوطن الجزائري. مدينة طبنة الإسلامية والحضارية مئات، يعني لما الآن نشوف أمامي الأساتذة والدكاترة ومن بينهم أو من بين أحضنهم الأستاذ عبد الحميد بن نووي مدير هذا المركز اللي نشكره ونعده بتقديم المساعدة في إطار الرقي لهذا الصرح الحضاري. لما نشوف الأستاذ هيمي، لما نشوف الأستاذ براوي، والأمثلة كثيرة اسمحوا لي مانيش عارف ممكن ما نسميش كل الزملاء الأساتذة، نقول أنهم خير خلف إن شاء الله لخير سلف. السلف هم العلماء إبراهيم الطبري، عبد الرحمن، الكثير من الأسماء التي صارت وجالت في العالم الإسلامي. مشاو لبغداد وفرضوا نفوسهم، مشاو للأندلس اللي هي اليوم إسبانيا والبرتغال وفرضوا نفوسهم، مشاو للقاهرة وفرضوا نفوسهم. إذا لا غرابة أن هذا الأحفاد يستطيعون أن يقومون بشيء كبير لصالح هذه المدينة ولصالح هذه الحضارة. زملاء المنظمين وعلى رأسهم الزميل والأخ الأستاذ فريد سلامي والأخ سليمان القراوي والإخوة الطلبة المنظمين على لسان فريد سلامي طلبوا مني أن لا أغوص في الجانب العلمي لطبنة، أولا لأن شاهدنا هذه الحصة المتنفذة اللي سهروا عليها الإخوان، واثنين حتى نروح لما قد نستطيع أن نقوم به نحن. أمامنا شيئين، إحنا عندنا حضارة ونحن مسلمين ونتبع المذهب السني. هذه طبنة من قدم التاريخ حافظت لنا على المذهب السني. هذه طبنة حافظت على ازدهار الدولة الإسلامية. نعطيك معلومة بسيطة في ساعات نرجع للجانب التقني أستاذ فريد مجبرا، أن إبراهيم بن الأغلب كان يعين من طرف الخليفة، وجاء فرمان ومرسوم التعيين لإبراهيم بن الأغلب كوالي على طبنة من طرف هارون الرشيد. هارون الرشيد تعرفوه شكون هو؟
خليفة عباسي كانت السحابة كيشوفها في السماء يقول لها أمطري حيث شئت فإن مردودك سوف يصل. السحابة كي تجي فيها يقول لها صبي وين تعمل؟ المردود كي تصبي رحيقة الزرع المنتوج نتاعو يجيني. دليل على ماذا؟ على العظمة، على التوسع نتاع الدولة الإسلامية. هذا يصدر فرمان تعيين أو كما نقولوا قرار تعيين الآن، قرار تعيين لابراهيم بابل كوالي لطبنة. يعني طبنة وصلت إلى مسار الولاية، وتعرفوا الولايات شكون هما كانوا في ذاك الوقت؟ كانت اليمن، كانت بغداد، كانت العراق، كانت مصر، وكانت طبنة. يعني شوف ذاك القوة الحضارية والقوة السياسية والقوة الإدارية اللي كانت توصلها طبنة. اليوم نجي نقول، وأنا قلت لكم لا أريد أن أكون عنصريا، اليوم نجي نقول دايرة طبنة ونسمع هنا وهناك يقول لك باركة هذه باركة يا جماعة الله، باركة حضارة. لما كانت باركة مدينة حضارية وشفتوا في الشريط، الآن الخطاب بتاع فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إن الشفاء هذا اليوم إن شاء الله لما قال حوار الحضارات، وحوار الأديان، كانت طبنة في القرن الثالث هجري، يعني 12 ميلادي. احنا اليوم رانا في القرن ال21. ارجع 11 القرن الاول، طبنة كانت بطبقاته في الميدان. والدليل انه حتى المذاهب الاسلاميه اللي راهم الان يقولون الجزائر تضطهد الانسان وحقوقه، في ذاك الوقت الدوناتيه هذه كانت ديانه منبوذه، هربوا وليها طبنة درقوا لأن فيها التسامح الديني وحوار الأديان. شوف ذاك المغزى الكبير تاعنا في الحضارة. نعم راني نقول الكلام هذا لبناتي وأبنائي وباه نرفعوا به روسنا وروس الجزائر، مش غير روس سكان بلد. احنا من خطبنا نرفعوا راس الجزائر ونعطيه الدرس. شوف كانت الدوناتية والأرثوذكس والكاثوليك عايشين في طبنة ومتعايشين. نزيدكم معلومة، الآن الصهاينة اللي راهم يتشدقوا بالقوة كانوا يهربوا يجيوا لطبنة، وكان اليهود كاينين وما كان حتى واحد يحترم لهم حقوقهم، مثل ما وصلنا عليه خاتم الأنبياء المرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا كاينين. كانت تسمى طبنة قبل ما نعرفوا بعض الكثير من مدن العالم الشوارع. طبنة كانت فيها شوارع، كانت فيها دور، يعني ديار مش بيت الشعر. كانت فيها صناعة راقية. روحوا لطبنة، راكم ولاد بريكة وبنات بريكة. نطلب في المستقبل ولا في أي وقت هاي قدامكم نديروا لها رحلة علمية وشوفوا هذا الخزف. صناعة الخزف كانت تتنافس هي وإسبانيا. إسبانيا رأيت الحضارة الأوروبية، كانت طبنة تتحداها وكان فيها صناعة. في الإنتاج الزراعي اليوم يقول لك بريكة ما تجيب والو. كان يزرع القطن ويصدر إلى الإمارات الخارجية في طبنة، القطن يجيبوه. مش عارف إذا سأعود نروح للجانب العلمي، لكن مش هو جانب علمي، لأننا اليوم لو ندير محاضرة علمية نكتب ما نخلصوش، ما نقدروش نعطيو واحد. لكن هذو أبنائي وبناتي وأنا أستاذ، أنا أفتخر بأنني كنت أستاذ في التعليم، وبالتالي أعي جيدا أن طبنة وإلى المركز الجامعي هذا ما يرقوه إلا أولاد، مش عنصرية. اللي ما فيه خير في أهله ما فيه خير في الناس، هذا هو المعنى نتاعي. إذا طبنة عرفت قوة عسكرية وقوة سياسية حتى بعد ما اندثرت على يد الشيعة، لأن طبنة مثل أبنائها اليوم صاحبة عهد. طبنة عهدت المذهب السني، لما جاءوا الشيعة رفضت الشيعة وقال
ابو عبد الله الشيعي بامر جيشه باه يدمر طبنه ويفتح اسوارها، ووجهها لقبائل البدو وباه دمرها. دمرتها قبائل البدو ودمرتها الطبيعه، لان هي وقع بين جوال الملكه والبطانه فيضانات الكل ضربت فيه. ودمرها شيء ثاني، انه الحضاره الاسلاميه مش كيما الرومان جابوا الحجر من كاف الرومان اللي كنا نشوفوا فيه وبناوا به. في العهد الاسلامي بناوا بالطين، وانتم تعرفوا الطين يتآكل مع الزمن ويتاثر بالظروف الطبيعيه. وبعض العلماء والرحاله في تلك الفتره يقولوا انه ضرب في القرن الثالث الهجري والرابع والخامس، خاصة في السادس والسابع، ضربت زلازل قوية في المنطقة هذه تاع حمى، وبالتالي دمرت كل العمران. ضف إلى ذلك تعرضت لجريمة من جرائم الاستعمار الفرنسي. الكولونيل جرينش هذا كان ضابط برتبة كوماندو فيما بعد كولونيل، جاهنا استغل كل وسائل فرنسا وكل وسائل الشعب الجزائري اللي كان يخدم عنده كعبيد ويظلوا يحفلوا ويقلبوا لها ساسها على راسها، وداو ما خف وزنه وغلى ثمنه، فبالتالي دمروها وحفروها وقلبوها. ونحن نشوفوا فيها الان جبال، على بالكم جبال من التربه من الكون، راه مردومه لتحت. حضاره كبيره، يعني تبدو لك مساحه من الاراضي، لكن في الاعماق كاين حضاره. سرقوها الاوروبيين، سرقوها، دمروها، فسدوا حتى البحث العلمي، ما خلاوش الامور على السليقه على الطبيعه، فسدوا قلبوا لها الاصل نتاعها. ولكن رغم ذلك تحدته وهي باقيه الى اليوم، وستبقى ببقاء ابناء بني الكرام. نعطيكم، ما نخليوش غير المجال نقاش العلمي، نعطيكم حاجه هي في آن واحد تضحك وتبكي. بعد ما سقطت طبنا خلاص، بقات فيها قبيله كلها قبيله الدواوده. قبيله الدواوده هذه كانوا ناس عاشوا في الحضاره وتوارثوا هذه الحضاره ولو بعد مده زمنيه طويله. تلمسان ولات خلفت مكان طبنا. دولة الزيانيين قريتوها؟ دولة الزيانيين حاصرتها الدولة المارينية اللي في المغرب الأقصى. حاصرها السلطان الماريني ويستولي عليه. المدن كما طبنا كما في العهد الإسلامي كانت تحاط بسور. وراء الأسوار كلها جيوش السلطان الماريني. الجيوش التلمسانية انتهت، عاصمة المغرب الأوسط اللي هي الجزائر اللي هي ثاني حضارتنا. استنجد بأهل طبنا قبيلة الدواوة من بني مشاو ليه، تعرفوا بكري يمشيو شهر شهرين ولا ثمانتين كعادة. كي وصلوا عنده تسللوا دخلوا للسوق، راحوا للسلطان أبو حمو موسى الزياني سلطان تلمسان. أبو حمو موسى الزياني لقوه قريب يموت من الخلعة، قال لك ما زال لي الدولة تاعي راح أسوار سمانه هو محاصر، وبدا يجوع، بدا يخلص له كما يقولوا الزاد، والشعب نتاعو والجيوش ما قادرينش يخرجوا له، ويخرجوا يفتح باب واحد ولا زوج ابواب ينهزموا وتضيع المدينه وتضيع الدوله مش مدينه. واش يقولوا له حكماء طبنا يا ابناء حكماء طبنا؟ واش قالوا؟ الدوله فرقه نتاع الجيش فيها 100 ولا 200 ولا 300 تلحق من هكا وتعبانه وتروح دير العنجهيه ويموتوا وما يديروا والو. قالوا له عندك كما بقات لك بقره داخل السور؟ قال لهم كاين. والمجتمع هذا الدور هذه ديالها لان داخل السور هاي مئات من الدور نتاع ناس ساكنين. قال لهم كل واحد يعطينا كي نقولوا احنا بالعاميه نتاع بذيك حفنه نتاع شعير. كل واحد من هذوك الناس اللي كان داس شويه كما يقولوا ربعي والله مانيش عارف
كيلو وزوج وثلاثه، زادني تقوت بهم كما كانوا المجاهدين في الثوره كيهز زوج حبات شويه كما نقولوا الشيشه راه يتقوت بها سمانه وسمانتين. جابوا له هذاك الشعير، حفنا على حفنه واش دار؟ انا قلت لكم تضحك وفيها حكمه كبيره. كل واحد جاب لون نتاع الشعير وعطوه لهذا الحكماء نتاع الدواوي نتاع طبل. كي عطوه لوح على لوح ولات قنطار مثلا. جابوا البقره قالوا له نجوعها يوم كامل ما تعطيها لا ماء لا ماكله، وهذيك البقره بكري جايه على العباد ما لقاتش واش تاكل، وين هي البقره؟ قال له حط لها الشعير. كلات البقره هذيك كلات عطاها ساعتين ولا ثلاثه شبعت. وفي اللي ربي وحنا نفتخر بان المنطقه راعويه ماهوش عيب، الرسول كان راعي. كي شبعت البقره هذيك الشعير عطاها الماء، قال له اعطيها الماء بشرب، لانه في العاده يقول لك البقره كي تاكل الشعير ولا الحيوان ما تعطيش الماء لا يموت. اعطاها الماء نفخت لحق الفجر عرفت الجيوش كلها يبدا. السلطان المريني قال الحكماء قالوا له وانا باب، لان المدينه عندها ابواب. قالوا له وين راه مخيم السلطان المريني؟ قال له في الباب الشرقي. قالوا له اعطينا زوج ما نقدروش نخسروا في جيش كامل، اعطينا زوج من الشباب كي نقولوا احنا بالعاميه نتاعنا فدائيين في فكر الثوره. عطاهم زوج قال احنا مستعدين. قال لهم تسلتوا البقره قريب تلحق للسلطان العثماني ديروا روحكم رجعوها، يعني ماهوش تسلتوا فيها وما تعطيوها، لازم يفهم منكم باللي البقره هاربه، لا مش بقره شبعانه، البقره هاربه وانتم حابين ترجعوها او منكم. يجري وحكموهم الحرس نتاع السلطان المريني، اداوهم هما بالبقره. قالوا لهم فكروها كما نقولوا بالعاميه، حلوا لها كرشها طاحت قنطار تاع الشعير ماكله. عيط الجيش تاعو قال لهم ارفعوا الحصار، هذوك كانوا نحصرهم شهرين حنا اللي نموتوا. واش حاب نقول لكم انا من هذه الحكمه اللي هي مش نتاعي. الحكمه هي بنات وابناء طبنا آن الأوان أن نشمر على أذرع كل في اختصاص. كاين واحد قادر يخدم 3 سنوات، وكاين واحد قادر عنده كار يروح يدير حاجه، وكاين واحد قادر يبني معلم في وسط طبنا كان للارشاد والنصح، يبني متر على متر الرجاء من الاخوه والاخوان وكل المجتمع وبما فيه مروعات وكذا المحافظه على الاثار. وكاين اللي راه مثلا كان نائب ولا رئيس بلديه يقدر يوصل للوزاره. بالشريط هذا اللي شفتوه مكفل سجلت طبنا كحضاره من الحضارات العالميه، لان هي من بكري حتى ربما صحت معلومه جات في الشريط. قال احد المتدخلين طبنا مسجله في اللوفر في المانيا في المتحف العالمي كمدينه حضاريه عالميه. لي زامو يعني الاوروبيين كما نقولوا احنا درك يستعرفوا لها باللي حضاره، وهما راهم يدافعوا عليها، لأن مش يدافعوا لأنها إسلامية، يدافعوا لأن فيها آثار، وإحنا اللي أبنائها وعايشين من خيرها وساكنين فوق أرضها مترتين بين المركز الجامعي أو بين بريكة وطبنا. كل واحد يسأل روحه واش دار هذه المدينة؟ هذه مدينة حضارتنا إحنا، والحضارة فيها الدين وفيها المجتمع وفيها السياسة وفيها الأخلاق وفيها الاقتصاد تاع ملكنا، هي اللي تقلبنا نتباهى بين الأمم، ماهوش بين سكان بلدنا وسكان مسيلة وسكان مسكن، بين الأمم. كي تروح للعالم روح والألمان يضرب يقول لك أنت منين؟ تقول له من بلدنا، ما يعرفش بلدنا، بصح كي تروح في جو تاع جامعات ولا في الفيزياء وتدير ملتقى وانا جربتها تقول له انا من طبنا شغل يبقى يوصل فيه، لانه هو طبنا حاب يجي. الاشكال الظروف نتاعنا ما كانتش السياحه كما عارفينها، وبالتالي ما نطولش على بناتي وابنائي. انا نقول رجائي خاصه انا طبنا قد نكون واحد كنت كيفكم طالب واستاذ في ان واحد، وسي عبد الحميد راني درتنا وياه في مرحله واحده وكنا زملاء مع بعضنا اساتذه في الثانويه.
5 سنوات قدرت أنني ندير فيها كتيب، نقدر نقول كتيب أو محاولة تمثلت في رسالة ماجستير. ونشكر الأخت اللي أحياتها من جديد وعملت فيها رسالة تخرج من الجامعة. وأرجو أن الجميع، مش اللي قال له عبد الحميد بن نووي مختص في الرياضيات قال لا هذه تاريخ أنا عرفني من التاريخ، هذه مش تاريخ يا جماعة، هذا حضارة. أنا لما نجي طبنا ونشوف علمائها في الهندسة وفي الفيزياء وفي الفلك اللي راحوا للقاهرة وراحوا لبغداد، لأن احنا لما كنا أسياد هذا العالم كانت أوروبا على بالكم باه تعرف لسياكل أوبسكير، كانت تعيش القرون المظلمة ولا السوداء، كان القوي فيه ياكل الضعيف. هنا كانت عندنا الحضارة والعدل. إذا احنا مجبرين أن ما نفرطش، لأن الحضارة يا إخوان ولا المجتمع أي تبنى كالسلم هذا كالدروج. لو كان ما تعودش عندك الساسمتين ما عندك وين تروح، وهذا أصلنا. ومن تخلى أو أنكر أصله ما انتبهش وما انتبه. الحديث معكم شيق. احنا لابد أن يكون بناتي وأبنائي عبد النور قراوي واحد من أبناء بريكة، راني واجد وموجود وفي خدمتكم. الشيء اللي درناه سجلناها كمدينة حضارية، سجلناها في وزارة الثقافة، وسجلناها في وزارة السياحة هي ومدوكان، لأني خدمت كذلك على مدينة مدوكان، وهي مدوكان هذه ما رحتكمش في الجانب الحضاري، هذه كانت امتداد لطبنا، ومن بعد كلاب طبنا هاي مدوكان اللي واصلة. كي نقول مدوكان ولا طبنا هاي واحد فريد يا جماعة، ما نكونوش ضيقين. كان نجع الحجاج سيدي الحاج في مدوكان بقى محافظ على المذهب السني، وكانت من تيارت ومن ورجلان. قبيله طرحوا لي بزاف شباب عبر الوطن قالوا لي واش تقصد بورجلان؟ ورجلان هي ورقله اليوم. كان الطريق يمشي على ورقله ويروح لتوزر هذه الوطن قبلي في جنوب تونس، ويفوت ويروح لتمبكتو ويروح المالي والكاو ويمشي للقاهره عبر الجنوب. هذا في وقت الثلج، وقت الشتاء يروحوا منا التجار، وفي وقت الثلج يروحوا منا على ليبيا ويمشيوا الى تونس ويمشيوا الى القاهره والى بغداد، ومن هنا يفوتوا للاندلس وللمغرب. نرجع للفكره لا تروح لي، لاني ما درتش معك البروتوكول، ما وجدتش حاجه مكتوبه كذا مرقمه، لان الزملاء قالوا لي الجانب العلمي خليه ما تروحش ليه بزاف. احنا اليوم هل من بنت أو ابن في بريكة، هل من إطار، هل من شاب، هل من غيور على هذا الكنز المدفون نديروا يدينا في الدين بعضنا؟ أنا نقترح أننا نديروا جمعية، ولا راني في الخدمة، نديروا جمعية نتعاونوا نشوفوا مقر للتنسيق مع الإخوان اللي راهم يسهروا، وراني عيطوا لي جمعيات كثيره في الحفاظ على طبنا، كي نقول جمعيات اجتماعيه ماهيش مختصه، وراني عيطوا لي اطارات من بريكه، من بينهم سي ابراهيم تايحي اللي تمنيت يكون معنا وهو مهتم بالدكان وبريكه في الدراسه الاسلاميه، ربي يشفيه ان شاء الله. ومن بينهم الاستاذ فريد السلامي اللي عديت معه كذلك سنين وحنا قريب، من بينهم الاستاذ سليمان قراوي والاساتذه الاجلاء. واليوم راه ان شاء الله ينضم الينا واحد من اسره الرياضيات سي عبد الحميد بن نووي، هو الاستاذ الهيلي. نتمنى يزيد العدد، ونتمنى منكم انتم كطلبه وطالبات في هذا المركز تعملوا لنا خليه طلبه درجات، اعملوا خليه. أنا كنت في مرحلة بعيدة في الحج الشعبي الولائي، وطلبت تسييج طبنا في ذاك الوقت، وأنا نقولها أمام الجميع،
وطلب تسييجها وخصصنا لها 3 مليار. هذه راه في سنة 2003 تسييجها يعني واه نحميوها برك، لأن اللي ما يعرف الشيء يفزدو. تضرب واحد يروح يسرح تما وديك يلقى كنز يهزو يطيشو، وواحد يهز حاجة يديها يتباهى بها. مش قضية تباهي يا جماعة، التباهي وحده ما يكفيش، الاستفادة من هذيك الحاجة راك ننطقها وتولي حضارة. راكم هنا كزملاء أولا وكإخوان وكإطارات، نتمنى أنه بالتنسيق مع الإخوان كما قلت، وهذا هو اقتراح تاع سي فريد سلامي منذ مدة، نتمنى أننا نعمل اليد في اليد، سواء عن طريق الجمعية أو عن طريق خلية أو عن طريق إنشاء نادي داخل المركز الجامعي. دوك عيب يا جماعة، احنا نقولوا المركز الجامعي. واحد الوقت الأستاذ الدكتور الفاضل الرجل الصادق الأستاذ موسى القبال رحمة الله عليه في هذا اليوم نترحموا عليه كثير، وكان من المبادرين الأوائل في الدراسة الإسلامية حول طبنا، ربي يرحمه ويوسع عليه. كان ديما يتساءل يقول لي احنا اللي دافنين طبنا، ولكن احنا تبنا بلي احنا دفنا طبنا، لكن في الحقيقة احنا دفنا رواحنا. لو كان رجعنا لحضارة طبنا وشفنا فيها التسامح الديني يا جماعة، ما نوليوش اللي يحفظ 2 آيات يقتل خوه. احنا إخوة واحنا أهل، والقنطرة ولا الحضارة تاع طبنا والقنطرة اللي تدار، نتمنى الإخوان المنتخبين المحليين يتوفقوا فيها، والحفرة اللي تعدل يفوت عليها ولدي وولدك. وطبنا ماهيش ملك عبد النور قراوي قالها ودار عليها رسالة ماجستير، هي خلاص هي تاعو بالراس تاع الحرورية، لا يدو حدها كما يقولوا ويانا ما تصفرش. رانا نطلب المساعدة تاع الجميع، نساعدوا بعضنا وبعض ونتوحدوا ونطلب ديروا لنا نادي، لأنه عيب الجامعة راها مبنية فوق أرض طبنا. هذا شرف كبير على بالك، والله غير القناعي من الجامعات الجزائرية وشمال افريقيا ما كانش. عرفتوا مش معنى طبنا؟ روحوا لليز اسبانيول والبرتغال، للاسف ظروفنا كانت ما تسمحش يجيو، لكن تقول له طبنا يوقف، لان عطاتهم دروس في الحضاره ودروس في الرقي ودروس في الازدهار ودروس في التسامح ودروس في التآخي ودروس في العمل. اذا ما اطلبه من بناتي وفيت والله نزلت شفاته، وابنائي نلتفوا حول بعضنا البعض لأجل الحفاظ على هذا الكنز اللي هو نتاعنا الكل. وكي نروح ان شاء الله المدينه العاصمه ولا الصخبه نقولوا انا من بركه، وبركه هي طبنا وطبنا